الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده بقى هقدم لكم اكله خفيفه وسهله وبسيطه، وكمان مش غاليه قوي بالنسبه للاسعار اللي موجوده دلوقتي. طبعا يعني مش غاليه قوي، وكمان خفيفه في الصيف، ومش هنسبك لها بقى ونعمل تسبيكه. لا، ده حاجه حلوه واولادك كمان هيحبوها. هي صينيه اجنحه الدجاج بالخضار، سهله وجميله قوي قوي قوي، مش هتاخد مني وقت خالص. هندخل بقى في المكونات على طول عشان مطولش عليكم الفيديو. اول حاجه عندي هنا 1.5 كيلو من اجنحه الدجاج. انا جبته غسلته كويس ونضفته وقطعته وحطيته في شويه ميه كده وغسلته غسله تمام، يعني ما تقلقوش. لو حسيتي منه ناحيه، يعني من ناحيته كده بشويه زفاره، ممكن تعصري عليه ليمون. مفيش زفاره وهو حلو يعني، ومفيش اي حاجه، تمام. عندي هنا طماطميتين انا قطعتهم قطع كده زي الجوانح، وبصلايه كبيره قطعتها جوانح برضو. وعندي هنا جزرايه بشرتها بالمبشره ومعاها قرنين فلفل. وعندي هنا بطاطسايه واحده قطعتها قطع صغيره برضو كده. وعندي البهارات بتاعتي بقى، عندي هنا ملح، بابريكا، ورق لوري، بهارات فراخ، كركم، معلقه شويه صغيره كده من الشطه الحمراء، معلقه صغننه خالص. عندي هنا فلفل وكمون. هبدا بقى في تجهيز الوجبه بتاع النهارده. بس قبل ما ابدا الفيديو، انزلي تحت اعملي لايك واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. نقول بسم الله. انا عندي هنا بقى طبق كده ستانلس انا جبته، هحط فيه كل المكونات بتاعتي. هحط الجزر بتاعي والفلفل، هنزلهم كده. وعندي كمان الطماطم، وعندي كمان ادي كمان البصل، وكمان البطاطس، وكمان البهارات بتاعتي. وعندي هنحط بقى كده شوية زيت على المكونات دي كلها. وفي بقى مكون ده اختياري، حابه تحطيه حطيه، مش حابه تحطيه براحتك. هو كاتشب، بصراحه هو بيخلي طعمها فيه ايه، مسكر شويه. فانت لو حابه تحطيه حابه، مش حابه براحتك. انا هحط هنا يجي معلقه من الكاتشب. بصراحه انا بحبه قوي في الوصفه دي، بصراحه بيخلي طعم الاجنحه جميل قوي قوي. انا حطيت يجي معلقه كده من الكاتشب. ولو حبيتي تحطي عصره ليمونه مفيش مشكله، ما حبيتيش برضو دي اختياري. الحاجات الاختياري انا ما حطيتهاش في المكونات عشان خاطر لو انتي مش حابه تحطيها ما تحطهاش. انا هعصر هنا ليمونه صغيره، لو انتي حابه تحطيها حابه، مش حابه تحطيها ما تحطهاش. بس انا بصراحه بتدي طعم جميل قوي مع الكاتشب. عندي هنا اهي ليمونه اهي هعصرها، هي صغنونه خالص، مش حاطه ليمونه كبيره يعني. كده تمام. هبدا ان انا اعمل بقى ايه، اجيب معلقه واقلب كل المكونات دي تقليبه كويسه، يعني ايه، بحيث ان انا اخلي البهارات تندمج مع كل المكونات. طبعا المعلقه مش هتنفع بصراحه، انا هقلبها بايدي. بصوا، هفضل ادعكها كده بالبهارات دي. الوصفه دي خفيفه لانك مش مسبكه لها، وكمان بتبقى جميله قوي. والاجنحه بقى لما بتستوي معاكي بتبقى دايبه دوب كده، والخضار ده بيبقى جميل قوي وطعمه جميل قوي. هي ريحتها اصلا جميله قوي دلوقتي، فما بال لما بتستوي بقى بتبقى جميله قوي بصراحه. طبعا انا ايدي متعصه كل البهارات دي، انا مش هغسلها، انا همشيها كده على الاجنحه كده اهو، ادعك بيها الاجنحه. وهبدا بقى ان انا اجيب صينيه واحط فيها كل المكونات. انا عندي هنا صينيه اللي هعمل فيها، هبدا ان انا احط كده في الارضيه بتاعتها شويه زيت، بس مش هحط كتير لان برضو الاجنحه هتنزل نسبه دهون، فمش عايزه اكتر. هدهنها شويه كده، وهبدا ان انا
انزل بقى بالخضار ده على الاجنحه اهي، فاهمين؟ طبعا انا عندي الطبق صغير شويه، انا هنزل ده كله في الصينيه واقلبه مع بعض دي، يعني عشان خاطر نظر لان الطبق صغير وهوقع منه كتير، فانا هبدا ان انا انزل هنا كده في الصينيه واقلبه كله هو في الصينيه افضل، لان الصينيه واسعه وهتاخدها. بصوا بقى، بسم الله ما شاء الله. هقلب بقى الاجنحه كويس بالخضار ده. والله بصراحه جميله وخفيفه كمان في الصيف بقى، ولا بتعمل حموضه ولا تلاقي نفسك تعبانه ولا تلاقي معدتك تعبانه. بصراحه جميله، احلى اكل لتكليف في الصيف لما يكون خفيف، ما يكونش تقيل عليكي وعلى معدتك ولا على معده جوزك ولا اولادك. بصراحه هي بصراحه دي يعني جميله قوي. ولو الميزانيه معاكي في اخر الشهر معجزه، ممكن تجيبي الاجنحه ديت، بس يعني سعرها يعني مهاوت شويه عن الاسعار اللي بنشوفها. هتعجبكم قوي قوي، جربيها بس بالطريقه دي وهتعجبك جدا. احاول اوزع كده الخضار ده على الاجنحه اهو، وادعكوا بيه قوي. ما اقولكوش بقى، حبه اجنحه بالخضار ملهاش مثيل اهي. خلاص كده هبدا بقى ان انا اولع عليها على النار من فوق البوتاجاز، يعني مش هحطها في الفرن على طول. لو انت حابه تحطيها في الفرن وعندك وقت ماشي، مش عندك وقت ومستعجله ولعي عليها البوتاجاز من فوق وغطيها، واول ما تحسي ان الاجنحه بدات خلاص استوت اديها وش كده في الفرن، دي اسرع ما يكون يعني اهو. تمام، ما اقولكوش بقى، احلى اكله بصراحه دي. ولو انت عندك برضو دبابيس فراخ وعايزه تعمليها كده تمام، عندك اوراق وعايزه تعمليها بالطريقه بالخضار برضو كده تبقى جميله برضو، يعني انت وراحتك. طبعا الطريقه دي جميله قوي وسهله، ما بتاخدش وقت معايا. هبدا ان انا احط الصينيه دي على النار، واول ما تبدا ان هي تستوي هبدا ان انا انزلها في الفرن. تعالوا بقى معايا كده اما اوريكم. انا هنا ولعت على الصينيه بتاعتي النار، مش هحط لها ميه، انا يا دوب حطيت يعني حاجه بسيطه لان الاجنحه دي بتنزل ميه. طبعا انا كنت ركناها شويه بحبه ميه ومنضفاها وركناها بميه، فهي برضو بيبقى فيها ميه. اول ما بتولعي عليها النار بتبدا تنزل ميتها، فطبعا انا مش هحط ميه كتير لان انا عايزاها ناشفه ومتحمره في الفرن وناشفه وحلوه. فلو حطيت ميه هتبقى عامله زي الطبيخ، وانا مش عايزاها زي الطبيخ، انا عايزاها ناشفه كده وحمرا وحلوه. فانا دلوقتي ولعت عليها النار اهو، هبدا ان انا اغطيها، هجيب لها صينيه اغطيها بيها. او لو عندك ورق فويل ممكن تحطيه، مفيش مشكله، عندك غطا حطيه، اهم حاجه تكون متغطيه. واول ما احس انها بدات تقلب هوطي عليها النار واسيب الاجنحه دي تستوي براحتها. مش هسويها كده يعني زي ما بيقولوا ان انا هسلوقها، ان انا اعلي عليها النار وتستوي وخلاص، لا. انا اول ما هحس ان هي من كل الجوانب بدات تغلي هوطي عليها خالص اهي، هوطي عليها النار وابدا ان انا اسيبها تستوي. انا عندي هنا ورق فويل غطيتها بيه، ما رضيتش احط الورق الفويل عشان ما يبقاش حاجه اساسيه في البدايه. فانتي لو عندك طبق صينيه اي حاجه غطي بيها عادي. طيب انا غطيت اهو، وهبدا ان هو هحس ان اول ما احس ان هو بدا يغلي من كل الجوانب هوطي النار خالص خالص. انا عايزاه يبقى نار هاديه ويبدا الاجنحه دي تستوي، عايزاها لما تستوي تبقى دايبه كده وحلوه. طيب انا بقى دلوقتي هسيبكم لحد ما هي تستوي واحس انها استوت خالص وهرجع لكم تاني. انا عندي هنا بقى خلاص هي قعدت المده بتاعتها، هبدا ان انا افتح عليها واشوف، هوريكم بالراحه بقى لما تيجي تفتحي الفويل ده لان فيه دخان بيبقى مخزون جوه عشان ما تتحرقيش منه. بسم الله. عندي الصينيه بتاعتي خلاص اهي، انا بقى هفضل هستنى عليها بس شويه لحد ما الميه اللي فيها تنشف خالص. هي كده يعني استوت معايا اهي، يعني هي مش هتاخد حاجه، ناقص لها حاجه بسيطه على ما الميه تستوي، يعني على الميه تنشف هتكون الاجنحه دي استوت، وهطفي عليها واحطها تاخد وش في الفرن وابقى اوريها لكم تاني. كده بقى صينيه الاجنحه طلعتها من الفرن اهي، بسم الله ما شاء الله عليها، الخضار مستوي ودايب وجميل، وبرده الاجنحه بتاعتي مستويه وجميله قوي ولونها جميل قوي قوي قوي. جربي الطريقه دي وهتعجبك جدا جدا.
طبعا الطريقه ديت انا يعني الاجنحه دي انا هقدم معاها رز ابيض وسلطه بس. لو انتي حابه تعملي رز برضو محمر بشعريه ماشي، بس صدقيني في الصيف ده وفي الحر ده لو عملتي حبه رز ابيض حلوين كده ومعاهم الاجنحه ديت ومعاهم سلطه، اكله خفيفه وجميله. طيب دلوقتي بقى هسيبكم بقى عشان اغرف الرز وهغرف السلطه. انا هخرج الصينيه دي كامله كده على الصينيه ناكل منها براحتنا، يعني مش هغرف في اطباق ولا حاجه. وهغرف بقى الرز والسلطه واوريكم انا هغرف في الاخر. وبكده اكون خلصت. معايا هنا طبق رز ابيض جميل قوي، وعندي هنا عملت طبق سلطه، وعندي هنا بقى ادي صينيه الاجنحه بتاعتي. وفي نهايه الحلقه لو عجبكم الفيديو ده اعملوا لي لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.